ما غاديش تصدقوا شنو دار لابورتا الكاف بسبب المغرب. في تطور غير متوقع للأحداث التي أعقبت نهائي كأس إفريقيا 2025 تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما دخل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني على خط الجدل المشتعل، موجها انتقادات حادة وغير مسبوقة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب العقوبات التي فرضت على المغرب. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، عبر لابورتا عن غضبه الشديد مما وصفه بالظلم الصارخ الذي تعرض له المغرب عقب النهائي المثير للجدل أمام منتخب السنغال، مشيدا في المقابل بالتنظيم الاستثنائي الذي قدمته المملكة خلال البطولة والذي اعتبره الأفضل في تاريخ كأس إفريقيا. رئيس النادي الكتالوني لم يتردد في توجيه اتهامات مباشرة لقرارات اللجنة التأديبية للكاف، واعتبرا أن معاقبة بلد احتضن البطولة بأعلى المعايير تم تحميله مسؤولية أحداث النهائية أمر غير مقبول ولا يخدم صورة الكرة الإفريقية. وقال لابورتا حسب ما نقلته التقارير أن يعاقب المغرب الذي نظم نسخة تاريخية ويحرم من اللقب في ظروف مثيرة للجدل ثم يستهدف بحملة قاسية، فهذا ظلم واضح. تصريحات لابورتا اعتبرت بمثابة دعم دولي قوي للمغرب وقد تشكل ضغطا غير مسبوق على الكاف، خاصة بالنظر إلى الوزن الكبير الذي يحمله رئيس برشلونة داخل الأوساط الكروية العالمية. وهكذا تحولت قضية نهائي المغرب والسنغال من شأن قاري محدود إلى ملف يثير اهتمام شخصيات رياضية بارزة على الساحة الدولية.